وكذلك نقدروا نستعملوا نحضروا هذا المرق بلحم الخروف ولا لحم بقري. لهنا انا راح نستعمل طرف يعني واحد تاع لحم غنمي. لهنا ضفت بصله صغيره، ضفت الزيت، شويه تاع زيت، شويه تاع زبده، وشويه تاع ملح. لهنا مش راح نضيف الفلفل الاسود يعني ولا لي زيبيس، على خاطر نحب نتحصل على مرق ابيض يعني مرق دوغي. هذا مكان اذا بدون اطاله. عفوا نسيت، لهنا بالنسبه للعين بقره والزبيب يعني لهنا انا كيفاه نديرهم، نغسلهم مليح ونحطهم في الماء، نحطهم في الماء يعني يكون شويه دافي لو طون اللي نقلي اللحم تاعي ونمرق. نحطو يعني ما نغليش. كاين بزاف الناس اللي يغليو العين بقره هذه والزبيب، ولكن طريقتي انا نغسل مليح ونحطهم في الماء فقط، ومن بعد ديريكتومون نضيفهم للمرق. اذا بدون اطاله راح نشوفوا طريقه تحضير هذه الوصفه. اللحم تاعي صفيت المرق كما تشوفوا بهاد الصفايه، الان راح نكيل في كاس. راح ندير كيله بنصف كيله تاع سكر، ولا نديرو 3 كيلات بكيله تاع السكر. كما تشوفوا بعد ما صفيت المرق تاعي تحصلت على 3 كيلات تاع مرق، وراح نضيف له كيله تاع السكر. اذا راح نحي اللحم تاعي، وراح نخلي المرق تاعي يعقد شويه، ونضيف له العين بقره يعني تدريجيا. نضيف العين بقره، الزبيب، المشماش، وفي الاخير خلاص نضيفوا الشبح صفرة تاعنا. والله شبح صفرة تاعي وجدت كما تشوفوا الطبق تاعي. نتمنى تكون خاصة المبتدئات يكونوا استفادوا من طريقتي في تحضير هذا الطاجين الحلو. نتمنى لعجبتكم الفيديو ديروا لي لايك وشاركوا في قناتي بها يعني تشجعوني نزيد نحط لكم وصفات اخرى. اذا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.